السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. طبعا الترند اللي موجود دلوقتي والفترة دي وهو ترند صوابع جيجي. عايزة أقول لكم إن هو يعني ب700 جنيه سعر مبالغ فيه جدا وما يستاهلش كل الضجة دي. احنا هنعمله النهاردة ب30 جنيه بالكتير قوي، وعايزة أقول لكم إن هو خطير بجد. أنا عملته قبل الفطار ودقته بعد الفطار، كان تحفة وفي منتهى الجمال، مقرمش من بره وطري من جوه كده وطعمه حلو قوي. يلا مع بعض نشوف المقادير. ربع كيلو من الدقيق، معايا ربع كوبايه من الزيت على السمنه، زيت بس، سمنه بس، زبده على زيت، اي حاجه. ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره من السكر، نص كوبايه من الميه، ونقطتين من الفانيليا. على ربع كيلو دقيق هحط ربع كوبايه الزيت على السمنه، وزي ما قلت لك تقدر تستخدمي اي ماده دهنيه تانية. هبدا ان انا ابسهم مع بعض كويس جدا، حبه زيت بس، حبه زبده بس، حابه تمكسي بين الاتنين مفيش مشكله خالص. هبسهم مع بعض لحد ما يبقوا شبه الرمل، وبعد كده هحط كل الحاجات الجافه اللي كانت معايا، وبعدين هبدا انزل بالميه تدريجي، نص كوبايه الميه. احتاجت معاكي ميه تاني ضيفي لها مفيش مشكله. انا حطيت النص كوبايه كلها واخدت معايا 6 معالق بالظبط من الميه، يعني اخدت معايا كده نص كوبايه و6 معالق كبار من الميه، مش اكتر من كده. هعجنها لحد ما العجينه معانا تبقى طريه. انا هنا حطيت 3 معالق كبار من الميه، وهبدا ان انا احط معلقه معلقه، هتاخد معايا 6 معالق من الميه، يعني كده نص كوبايه ميه و6 معالق من الميه بس مش اكتر. طبعا انت برضو ابدأي بنص كوبايه، وشوفي لو احتاجت معاكي زودي لها. هعجنها بقى كويس جدا، هعجنها لمده 10 دقايق كده لحد ما العجينه معانا تنعم تماما. لو وصلتوا معايا بقى للخطوه دي ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يحفظهم وينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. بعد ما عجنتها بقى ومعايا بقى بالشكل ده، هبدا ان انا اغطيها باي كيس بلاستيك واحطها في مكان دافي تخمر لمده نص ساعه. بعد ما تخمر بقى هبدا ان انا اقطعها لاربع كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هظبط شكلهم كده بقى عشان يبقوا ناعمين معانا، وهحطهم كده. وبعدين هبدا باول واحده انا قطعتها، هبدا ان انا افردها بالنشابه بالشكل ده. تفرديها على قد ما تقدري تكون رقيقه جدا، وتحاولي بقدر الامكان ان هي تكون على شكل دائري بالشكل ده عشان يبقى المثلثات معاكي متساويه وتقدري تقطعيها كويس قوي. لو ما اتفردتش معاكي كويس هقولك ازاي برضو تخليها شكل دائري. هبدا بقى بالسكينه او باي سكريبر عندك، هبدا ان انا اقطعها مثلثات بالشكل ده، 4 تربع، وكل ربع هقطعه ل3. تمام. بعد كده بقى هبدا اخد واحده واحده، هفردها تاني عشان لو لسه ما اتفردتش معايا كويس، وهبدا ان انا اعملها بالشكل ده رول، وهقفل الحرف بتاعها بنقطه كده من الميه. اهم حاجه بقى ان هي تتفرد تبقى رقيقه تماما عشان الرول بتاعك ما يبقاش مكبب كده، وتبقى طويله ورفيعه وتبقى حلوه قوي. هنا فردتها واتفردت معايا كويس جدا وبقت رقيقه تماما، بس الشكل مش دائري. هبدا ان انا اسويها بالشكل ده. اي حاجه عندك تقدري تسوي بيها مفيش مشكله، اهم حاجه ان هي تكون على شكل دائري. هبدا برضو ان انا اقطعها ل4 تربع وكل ربع ل3، وهبدا ان انا الفها رول. وبعد كده هقفلها بنقطه ميه بس بسيطه عشان ما تفتحش معانا في الزيت. بس كده هتخلص معاكي وهتديكي ما شاء الله كميه حلوه جدا. برضو اهو نفس الكلام، ببدا ان انا اساوي وكل الاطراف دي بلمها، بعملها كره تانية اسيبها ترتاح وافردها لحد ما بخلص كل الكميه اللي معايا. ما شاء الله، عايزه اقول لكم الربع كيلو عمل لي كميه حلوه جدا. طبق تشتريه ب 700 جنيه من بره ليه؟ ممكن تعمليه في البيت حرفيا مش هيكلفك 30 جنيه. بعد بقى ما بخلص كل الكميه بحمرها في زيت سخن، ودرجه الحراره عندنا تكون متوسطه. اول ما تبدا تطفو على الوش بتاع الزيت كده، هبدا ان انا اقلب فيها على طول عشان تاخد لون من كل الجهات. بعد كده هطلعها من الزيت السخن على الشربات التقيل البارد. الشربات ده انا عملته معاكم في فيديو تجهيزات رمضان، شايفين كل حاجه ما شاء الله عندك ما بتجهزيها بتنفع على طول. هحطها في الشربات التقيل البارد، هبدا ان انا اديهم تقريبا مع بعض، وبعدين احطهم في مصفى لحد ما يصفي كل الشربات الزياده، واحطهم في الطبق مع صوص بقى لوتس، صوص بيستاشيو، صوص نوتيلا، اي صوص عندك تقدري تستخدميه مفيش مشكله. عايزه اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا، جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. هي ميكس كده بين الزلابيه وبين بلح الشام. ان شاء الله تعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.